السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ماتش مش وحش يعني، مش زي ما احنا متعودين بين بيراميدز والزمالك كان دايما ماتشاتهم بتبقى جامدة. المرة دي ماتش كله متحفظ، كله خايف من التاني، يا دوب هنا هدف هنا هدف. انا فرحان للزمالك رغم ان انا بقيت بيراميدزاوي بشجع بيراميدز، لكن انا بس عايز اتكلم في كام نقطة كده بس. يعني انا مش جاي اتكلم عن الماتش ولا اللي حل، لا هما بس كام نقطة. اول نقطة الهدف بتاع منسي. انا مش عارف الواد ده ازاي ما بيلعبش في المنتخب بصراحة. ناصر منسي كل هدف يجيبه لازم يخليني انا بصراحة من اول ماتش السوبر وهي ماشية معاه، كل هدف يجيبه وانا نفسي يا ابن ايه ده، بستغرب. كل هدف يجيبه مش بس بيخدع الدفاع ولا بيخدع الحارس، ده بيخدعني انا نفسي، وانا نفسي اللي هو يعني انا نفسي لعيب مهاري. لكن مصطفى منسي فعلا بيعمل لك اللي مش الكرة بتاعت زمان، اللي هو المهاجم اللي بيجيب لك جون يكيفك، مش مجرد الكرة هشوطها وخلاص تيجي جون، لا ده انا هكيفك في الجون. ناصر منسي الجون اللي اتلغى له قدام المصري، شفت لما عدى من بين اتنين مدافعين وكانه هيشوط، قام واكل المدافع مسحفه وداه الشلاحات وقام راكنها بايه في البعيده. هدف انا مش في بالي انه هيمرقص ويعمل كل ده. جميل. النهارده بيجيب جون اي حد والكره جايه كده جاله من فوق وبتنط كله، وهو عم رافع حاطط جنب رجله، راح لاحظ ان هو عوج جنب رجله، ده معناه انه هيسقطها بجنب رجله من فوق الجون. يعني انا لو ينفع بس ايه كنت هقوم واوريك. يعني هو عوج جنب رجله، اللي هو جنب رجله للسما، جميل، بطن رجله عشان هيحطها من فوق الجون. ده خلاص يعني ده الشكل لوحده لاي لاعب كرة، خلاص ده هيسقطها من فوق الجون. ولذلك الحارس احمد الشناوي اللي من اللقطه دي طلع ما انصاب، نط لفوق قوي، هو نط عالي، هو خلاص دي بعدله الجسم بان هو يعمل وش جنب رجله كده علشان ده معناه تتسقط، طلع ناطط لفوق وقافل فوق. يوم التاني هاتت ومحطتها من ما بين رجليه من تحت. انت حكايه، انت بتجيب اهداف وايه التسلل اللي انت بتضربه ده؟ انت بتضرب التسلل على شعره. يالا انت كنت انت انا مش فاهمك والله بجد. انت فاكرين فيلافيو برضو قعد سنه كده ما بيجيبش جوان، بس لمسته كان بيقول لك لعيب. يعني لمسه فيلافيو اللي حضره انا كنت بشوفه، انا عارف انه حريف كوره، هو بس مش ماشيه معاه في الاهداف، بس حريف كوره. بعد كده لقى نفسه فين بقى؟ عرضيات وبتاع. فيلافيو مش اللاعب السريع، لان الاهلي كان دايما متعود على المهاجم يبقى سريع. خالد بيبو انت فاهم، مهاجمين صراع، لكن هو فكره ان فيلافيو اللاعب اللي هو اللي بيلعب جوه المنطقه، وان هو زي حسام حسن مش هياخد كره ويجري كتير والكلام ده. فلما اتفهم لعبه خلاص بقى انت بتاع عرضيات، بتاع انت فاهم، بتاع لمسه تجيب جون. فنفس القصه ناصر منسي النهارده، لا ده ناصر منسي بيجري لما جسمه نزل. اما اول ما كان جاي الزمالك كان تقيل وباين عليه وزنه زياده، فرحان بقى فكان بياكل كتير، فرحان رايح الزمالك. النهارده ناصر منسي بيضرب التسلل في لحظه، مش اول مره يضرب التسلل في لحظه. يعني اللي هو انت عارف انت ازاي ظابطها كده، ده انت يا دوب انت شعره كده تسلل، تفهمني، ويروح الجون. والله الجوانه انا مش فاهم ازاي حسام حسن ما خدوش في المنتخب يا جماعه. ده المهاجم ده الوحيد ده اللي بينافس على هداف الدوري، او خلاص هو تاني هداف الدوري بعد امام عاشور. حلو، امام عاشور مش مهاجم، فده المهاجم الوحيد اللي جايب اكتر اهداف في الدوري. تبص على الدقايق بتاعته اللي لعبها تلاقي فرق دقايق رهيب. يعني هو لعب حوالي 500 دقيقة مثلا. حلو، امام عاشور لعب له 4000 دقيقة. انت فاهم؟ فرق رهيب، يعني فرق هدفين في التهديف. لكن شوف فرق نسبة التهديف نفسها، انا بيجي لي كام كرة بخلصها.
يعني ناصر منسي لو جاله مثلا 10 كور بيخلص منهم 9، ولو خلص 8 هيبقى هداف عالي قوي. ده بيلعب بوقت قليل وبيجيب اجوان ما شاء الله، واجوان كلها حرفنه في كل حاجه، في وقفته، في ضربه للتسلل، في التهديف، في طريقه التهديف بيمتعك. والله لاعب ما شاء الله عليه. يعني برضو ده شكله هيتظلم زي جمال حمزه كده ومش هيروح المنتخب، وشيكابالا برضو عارف في لعيبه حريفه قوي، معلش مالكش مكان في المنتخب لان في ناس تانية على قدها لازم تلعب. المهم، وايه كمان بقى في الماتش عايز بس اقول، وانا بتفرج على الماتش لايف، ففي بقى ايه شويه شات كده تعليقات من ناس كاتبين مسرحيه، الماتش متباع. ماتش ايه اللي متباع؟ مسرحيه ايه؟ هو عقل حضرتك فين؟ يعني فكره دايما الجمهور اللي بيقول ايه؟ جمهور الاهلي دايما بيقول للزمالك ايه؟ بيقول لجمهور الزمالك انتوا عايشين في المؤامره، عايشين في نظريه المؤامره. طب وحضرتك مش عايش في نظريه المؤامره؟ حضرتك لما بتخسر ما بتعيش في نظريه المؤامره؟ حضرتك لما راح منك افريقيا يعني اما كان بيروح منك افريقيا مش كنت بتقول الاتحاد الكره الافريقي مش عاوز الاهلي ياخدها مرتين ورا بعض او 3 ورا بعض؟ ما كنتش بتقول كده؟ طب حضرتك لما كان الاهلي متاخر في ترتيب الدوري ما كنتش بتقول بيراميدز شارك دوري والدوري موجه لبيراميدز؟ ها حضرتك فين حالا؟ بتكتشف ان بيراميدز الاتحاد بيعمل كل ما هو دنيء مع بيراميدز، تأجيل مش هأجل لك، خصم 6 نقاط وتطبيق لوائح مش هطبق. بتكتشف ان انت كمان كنت يعني انت بس لو خسرت هتعيش في نظرية المؤامرة زي الزمالك. انت مش عايز زملكاوية في كل الخسائر دي يعيشوا في المؤامرة؟ ده انت بتخسر موسم بتعيش في نظرية المؤامرة. ده انت لحد الماتش الكاس وماتش بيراميدز والزمالك في الدوري بتقول ان هم مفوتين ازاي يا بابا؟ الزمالك هو رايح يقابل بيراميدز في الدوري خسران 1-0. فرقه الزمالك في الدور الاولاني خسران من بيراميدز 3-0 والزمالك وقتها كان بينافس، هيروح يخسر 1. ده مش منطقي. ده فرقه خسرانه 3 من بيراميدز. ده انت نفسك بتلاعب بيراميدز وبيراميدز مطرود منه لاعب في كل ماتش للصدفه، كل ماتش بيبقى بيراميدز مطرود منه لاعب، ده للصدفه البحته ان كل ماتش بيراميدز يقابل الاهلي يطرد منه لاعب، وللصدفه برضه يكون الطرد مش صحيح، الطرد يكون بخطأ تحكيم، الاخطاء التحكيميه اللي ورمنا منها. للصدفة بيلعبك ناقص 1 وبرضه ما تعرفش تكسبه ويتعادل معاك، ويبقى متقدم عليك 2 وبتتعادل، وتبقى انت متقدم عليه 1 وبيتعادل مش عارف تكسبه. الزمالك هيقابله وهو بيلعب 11 بفرقته كلها وعايزه يكسبه، ده مخسر الزمالك 3. الماتش ده اللي بتقول ده مسرحية ومتفوت، في فرقة هتفوت بطولة؟ هو انت عقلك ده مش هتشغله بقى؟ ما انت كمان بتعيش في نظريه المؤامره اهو. فرقه هتفوت بطوله؟ طب لو الماتش متفوت، فرقه بيراميدز اللي جايه هلكانه اصلا بتلعب 4 نهائيات، تلعب في الدوري ماتشين في الدوري كل واحد فيهم نهائي، لو خسروا او تعادلوا خلاص الدوري راح، وبتلعب ماتشين في افريقيا في نهائيات، وبتلعب سوبر وبتلعب كاس، 5 ماتشات كلهم ماتشات بطولات في قد ايه؟ في اقل من شهر. هتيجي عشان تفوت للزمالك ويوصل الماتش لضربات جزاء 10 ضربات لكل فرقه؟ انت مجنون. لو انا جاي افوت من 90 دقيقه يا عم احنا نضيع وقت ليه واقعد العبك وايه الفرهده دي؟ ما انا كده بقى قايل لك الماتش نقعد نلعب 120 دقيقه ليه؟ هو انا ناقص؟ ده انا كده عندي ضغط ماتشات بالهبل كلها بطولات. ابقى انا كده جاي بايع لك الماتش، هقعد 120 دقيقه واقعد 20 ضربه جزاء، 10 ضربات جزاء لكل لاعب. ده كان فاضل للحراس هم اللي هيشوطوا، لو شيكابالا كانش حط كان كل حارس هيشوط. هو انت عقلك فين يا اللي بتقول مسرحيه؟ بيراميدز والزمالك ماتش نهائي الكاس
ماتش بطولة. طب لو الزمالك فوت في الدوري هنقول الزمالك مش بينافس، فعادي لو ساب ماتشه، ولو ما راحش كده كده مش هيطبق عليه 3 نقط بس. ولا اشمعنى الزمالك؟ ولا زي ما اسمه ايه ده، اسمه سويلم ده، ثروت سويلم، قال لبيراميدز لو انسحبت هطبق عليك اللائحه كامله 6 نقط. ما هو الاهلي ما ينفعش يطبق عليه اللائحه كامله، لان الاهلي فوق الجميع، مش في الكوره بس، في كل حاجه. اما دلوقتي حالا بعد ده كله تيجي تقول لي الزمالك عايش في نظريه المؤامره. طب وانت ما بتعيش في نظريه المؤامره؟ ده انت يا دوب من شهر ونص او اقل كان بيراميدز فارق في نقط في الدوري، والاهلي متاخر في النقط. كنت بتقول ايه؟ ده دوري موجه، ده بيراميدز شاري الدوري عشان زهقان اخير نفسه ياخد دوري، فراح اشترى الدوري من الاتحاد. بكام يا اتحاد؟ قال له بكذا. لا يا عم ده اسمه ده هيديني. قال انت مجنون يا ابني. بيكتشف بعديها اللي كان بيقول لك ده بيراميدز شاري الدوري. نفسي بس تقعد مع نفسك وتقول انا الاعلام بيشتغلني، انا دماغي دي مرحاض للاعلام، انا دماغي مش اهلي بس، مش اهلاوي بس، اهلاوي وزملكاوي، اهلاوي وزملكاوي. ما الزملكاوي كمان بيهبل برضه، يعني ما تفكرش ان الزملكاوي بيقول كل حاجه صح، بس الزملكاويه برضه في كتير من الاعلام الزملكاوي او بعض الزملكاويه اللي بيطلعوا على الاعلام يقول لك ايه، اللي فلان وفلان الاهلاويه اللي في مجلس اداره الاهلي الاخوان، والحكومه بتفوت. طب ازاي الحكومه بتفوت الاهلي؟ طب ده ماشي حاليا، اللي ما بيشوفش من الغربه اللي يبقى اعمى. الاهلي نادي الدوله رسمي، ما ينفع ده له وضع خاص بيه، والاهلاويه نفسهم خلاص عارفين، وبيقول لك ايوه يا عم احنا نادي الدوله بقى معانا كل حاجه، فخلاص. لكن ازاي تقول اخوان؟ اخوان ايه؟ ما يا ابني الدوله ضد الاخوان، يعني انت بعقلك ده تشغله امتى؟ برضو الدوله ضد الاخوان. ازاي هو نادي الدوله وهو في نفس الوقت اخوان، والدوله ضد الاخوان؟ هي ماشيه ازاي معاك؟ هي ماشيه ازاي؟ ماشيه ده انت يا ابني التفكير فين؟ ما هو برضو ده حاجه هبله. كتير من الزملكاويه بيقولوها يعني على القنوات. جميل. لكن برضو الاهلاويه بيقولوا كلام بصراحه مؤامره، وانت بتعيش في نظريه المؤامره. بيراميدز مش كان شاري الدوري من شهر ونص؟ بتكتشف ان بيراميدز بيتعامل معاه كل ما هو دنيء. ما كانش مؤامره ومسرحيه. ماتش الكاس ده مسرحيه. بيراميدز سايب الماتش للزمالك، هيقعد يلعب 120 دقيقه، سايبين الماتش لبعض ويلعبوا ضربات جزاء، 10 ضربات جزاء، وسايبين الماتش لبعض. بايعين بيراميدز سايب الماتش، ورغم الانهاك اللي هو فيه راح يلعب 120 دقيقه زياده. طب ما كان باعه من 90 دقيقه وخلاص، ولسه مش محتاج يلعب هو اشواط اضافيه. انت اقسم بالله محتاج تقعد بس كده، تروح يا اما تبدا تشغل الحته اللي عندك اللي هنا ده اهي، يا اما تروح تتعالج. لان انت بجد اي حد بلا مؤاخذه هو عامل دماغك مبوله مرحاض. اي اعلامي يشتغلك وبدافع النادي بتاعك احسن نادي في العالم، ان كنتوا اهلاوي او زملكاوي انا بكلم الجميع، انا حالا بيراميدزاوي. جميل. فانت بتصدق وكل لا، مش كل الكلام صح، مش كل الكلام اللي انت بتسمعه في الاعلام صح. شكرا. النظريه مؤامره يعني.